بالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة له تأثير واضح ومباشر على الأمن الغذائي وعلى بعض السلع الغذائية والقطاع الزراعي بشكل كبير. التغيرات المناخية أصبحت واقع حقيقي بنعيشه في حياتنا وفقا لبعض التغيرات، وبيواجهوا عدد من التحديات على الإنتاج الزراعي، صحة الماشية، صحة الدواجن، وكفاءة العمالة الزراعية، وهو ما يعكس في النهاية هو حجم الإنتاج وأسعار الغذاء واستدامة هذه الموارد. بعض الأسئلة الخاصة في هذا المجال هو كيف يمكن التكيف مع هذه التحديات، ولأي مدى هناك تأثير واضح ومباشر لارتفاع درجات الحرارة على المواد الغذائية، وما هي الإجراءات المطلوبة لحماية المزارع المصري وتعزيز الأمن الغذائي المصري. دي بعض الأسئلة اللي هنناقشها النهاردة مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد المغربي، دكتوراه إدارة الموارد البشرية والخبير الزراعي. أهلا بحضرتك يا دكتور وسعداء لوجودك معنا. خليني أبدأ مع حضرتك بفكرة يعني موجات درجات الحرارة المرتفعة اللي يمكن بنعيشها بقالنا فترة، كيف من الممكن أن يكون لها تأثير واضح ومباشر على المحاصيل الزراعية؟ طبعا لها تأثير كبير جدا خلال الفترة الأخيرة دي. تعرضت مش بس مصر يعني، ولكن معظم دول العالم إلى تغيرات مناخية كبيرة جدا جدا جدا، أثرت على الإنتاج الغذائي والإنتاج الزراعي وحياة الكثير من يعني الثروة الحيوانية والثروة الداجنة. فده طبعا كان ليه تأثير كبير جدا جدا. بيأثر إزاي؟ حضرتك متخيل لما درجة الحرارة ترتفع بشكل كبير إيه اللي هيحصل في التربة؟ هيزيد تبخر كميات كبيرة جدا من المياه، هيحتاج النبات إلى كميات من المياه كبيرة لكي يعوض الكمية اللي تم تبخرها. أكيد. النقطة الثانية إن ممكن يؤثر تأثير كبير جدا على عمليات التمثيل الغذائي اللي بالنسبة للنبات. التمثيل الغذائي ده بيمثل روح النبات، يعني حضرتك من غير تمثيل غذائي أو لما بيقل التمثيل الغذائي بيقل الإنتاجية من النبات، يعني النمو معدل النمو نفسه هينخفض، ولو انخفض معدلات النمو هيأثر تأثير كبير جدا على النباتات. نقطة رقم 3 كمان بيأثر أصلا على معدلات التزهير وتساقط الثمار، يعني ارتفاع درجة الحرارة ممكن يسقط الثمرة من على الشجرة. طب لما يسقط كميات كبيرة من الثمار أو الأزهار في مراحل النمو بتاعتها بتسقط وما لحقتش تبقى ثمرة، ايه اللي هيحصل؟ برضه هيأثر على معدل إنتاج اللي حضرتك بتنتجه، سواء كان طبعا من محاصيل الحقل او الخضروات او الفواكه او غيره. تمام. طيب ايه اكتر المحاصيل يا دكتور؟ يعني حضرتك ده ذكرته وده شيء مهم جدا، لكن اكثر المحاصيل اللي تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة؟ كتير جدا من المحاصيل، ومنها محاصيل رئيسية وتعتبر روح بقى الحياة. زي مثلا الذرة، زي الأرز. الأرز طبعا حياته كلها في المية، فمجرد حضرتك ما بتتم عمليات الري، مجرد ما تتبخر كميات مياه فبيأثر تأثير كبير جدا على معدلات النمو بالنسبة للذرة والأرز، البطاطس، الطماطم، الخيار. تمام. احنا كده بنتكلم على كل المحاصيل تقريبا. كمان حضرتك لسه كمان في الفواكه، الموالح، المانجو، العنب. تمام. طب لما حضرتك بيحصل تأثر لكل هذه المنتجات اللي احنا قلناها، المعروض هيقل، فبالتالي الأسعار هتزيد. فبيحصل طبعا مشاكل جامده جدا بالنسبه لهذه الاشياء. هل نقدر نقول من الممكن وجود بعض الاجراءات لحمايه هذه المحاصيل من الارتفاع الشديد في درجات الحراره؟ وايضا احنا يمكن عايزين نتكلم ايضا عن الانخفاض، لكن احنا بصدد الحديث عن الارتفاع بسبب موجه الحر، لكن فكره التغير المناخي او المناخ الغير ملائم للمحاصيل الزراعيه بالتاكيد له تاثير مباشر. هل هناك بعض الاجراءات او الاحتياطات اللي بتتخذها الدوله لحمايه هذه المحاصيل؟ طبعا هو اولا لابد ان يكون هناك توعيه كبيره جدا من المرشدين الزراعيين، يعني الدوله مفروض بتعمل خطه وده موجود، ولكن طبعا مفروض بقى يزيد خلال الفترات اللي هي التغيرات المناخيه دي، ان احنا نزود الوعي عند المزارع، لان المزارع ما بيعرفش، فلو كان ما بيعرفش او خبراته قليله لازم ننبهه. طب ننبهه ازاي؟ ان عمليات الري تتم في الصباح الباكر او تتم بعد غروب الشمس،
يعني نتلافى بكل الصور ان احنا نعمل عمليات الري ديت في اوقات الظهيره. في اوقات الظهيره بقى عندنا مشكله جامده جدا، مجرد ما تنزل ميه في الارض او في التربه هتتبخر هذه المياه، فبالتالي هيأثر تأثير كبير جدا. يبقى اول نقطه ان احنا المفروض نراعي عمليات الري انها تكون في الصباح الباكر او بعد غروب الشمس. دي نقطه. النقطة الثانية ان احنا طبعا التكنولوجيا دخلت معانا في كل حاجة. لازم نعتمد على نشرات الطقس او التنبؤات بالطقس، مهمة جدا، ونطلع المزارع عليها اولا باول. وده بدأ يتعمل طبعا في خلال الفترة الاخيرة ديت، سواء في وسائل السوشيال ميديا او عن طريق التلفزيون، ان لازم المزارع يكون عارف ان في هيحصل موجة حر مثلا في الفترة كذا، يبقى عامل حسابها بقى واخد كل احتياطاته واجراءاته. النقطة الثالثة ممكن برضو المزارع يعمل حاجات من الحاجات الحديثة، وهو الاعتماد على الزراعة الذكية. يعني ايه زراعة ذكية؟ مصطلح جديد ممكن يكون جديد على مشاهدينا، ولكن برضو لازم الناس تفهمه وتفهم يعني ايه. الزراعة الذكية بتعتمد على وجود بيانات محددة، هذه البيانات بتدي لك كده يعني معدلات معينة في امتى نعمل عمليات الري، امتى نعمل عمليات التسميد، ما هو نوع السماد المناسب. لو احنا قدرنا نعمل الكلام ده اعتقد ممكن نتغلب على كتير جدا من المشاكل اللي بتقابلنا، وكتير كمان من الاجراءات. ولكن تمام، بس حضرتك ذكرت جزئيه مهمه بفكره، يعني بتقول لو قدرنا ان احنا نحقق ده، يعني هل ده لا يطبق فكره الاعتماد بشكل ذكي بالتطور التكنولوجي؟ لاي مدى التكنولوجي مطبقه الان بشكل صحيح؟ بدأ خلال الفتره الاخيره ديت فعليا يطبق، ولكن لسه ما عممش بشكل كبير جدا. حضرتك بتعرف طبيعه المزارع المصري اللي هو اصلا بيبقى عنده معتقدات معينه وحاجات معينه صعب ان هو يغيرها. احنا بقى عايزين بالتدريج كده عن طريق عمليات الوعي الزراعي، ان هو المرشد الزراعي دوره مهم جدا، بيعتبر حلقه وسط ما بين المزارع وما بين الدوله. الدوله عايزه تقول ايه؟ بتدي بعض التوصيات، هو مفروض ياخد التوصيات ديت وينقلها للمزارع ويبين له مزاياها ويبين له عيوب ان هو لو ما استخدمش التكنولوجيا او لو ما تعايشش مع الاوضاع الحاليه ان هيحصل عنده طبعا مشاكل جامده جدا هتؤثر على محصوله وبالتالي انتاجيته، وبالتالي هيتكبد خسائر كبيره جدا. يعني في استجابه من قبل بعض المزارعين، ولا نحن بحاجه الى توعيه اكثر للمزارع بنظم الري الحديث ونظم التعامل مع التكنولوجيا؟ احنا دايما بنتكلم حتى عن التدريب في كافه المجالات، الزراعه، الصناعه، في الشؤون الحياتيه. التطور التكنولوجي دخل في حياتنا بشكل مستمر. فكره خضوع بعض المزارعين الى حتى دورات تدريبيه اللي بيكون قادر على المراقبه بشكل او باخر، اهميه ده في فكره الحصول على جوده المحاصيل والحفاظ عليها ايضا. سؤال محترم جدا وكويس جدا، لان طبعا زي ما بنقول لحضرتك هو فعليا موجود فعلا الارشاد الزراعي، ولكن يجب التوسع فيه. يعني لازم نوسع من عمليات الارشاد الزراعي. دلوقتي كل مزارع في مصر وكل مواطن في مصر لمس ان في تغيرات مناخيه على مستوى العالم، مش عندنا بس. اصبحنا في تحدي مهم جدا، يا اما نتعايش معاه ونتكيف معاه ونقدر طبعا نعيش بكافه الطرق وكافه الوسائل. حضرتك دلوقتي في عندنا طبعا وسائل البحث العلمي. البحث العلمي دلوقتي بيبحث في حاجات كتير جدا، بيحاول انه يستنبط بعض السلالات اللي هي تقدر تتعايش مع ارتفاع درجات الحراره او انخفاض درجات الحراره. يعني عموما معدلات التغير البيئي يعني ايا كان ده عن طريق ايه؟ طبعا وزاره البحث العلمي، وبتعمل جاهده على الكلام ده. طيب عشان بقى ده الكلام ده لازم يكون واصل لمين؟ للمزارع. المزارع مش هيقدر يستنتج الكلام ده بنفسه، بس هو بدأ طبعا كل الشعب المصري او كل مواطن مصري يلاحظ ان انا خلاص انا لازم نعيش مع الوضع الجديد، ولازم نتكيف مع الوضع الجديد، ولازم نسمع لصوت الناس اللي هي بتوجهني. فمين اللي بيوجهه؟ اللي هو الارشاد طبعا الزراعي، وده دوره كبير جدا 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 في المنظومه يعني. كويس. يعني احنا مش بس كمان بنتكلم على بعض المحاصيل الزراعيه، لكن ايضا الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه وغيرها. لا يعني التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره بتؤثر بشكل كبير جدا عليها. بشكل كبير جدا. ازاي بقى يا فندم؟ نقول لحضرتك تؤثر بشكل كبير جدا. الاول بس قبل ما ندخل على الثروه الحيوانيه والداجنه لازم نقول بس نقطه مهمه جدا، ان احنا مراعاه طروق الري الحديث. لا انا هرجع على الزراعه تاني، بس انا بعود مره ثانيه. ماشي تمام. تمام لحضرتك. ماشي نكمل في موضوعنا، وبعدين نبقى نرجع للنقطه دي عشان دي نقطه هامه جدا. أكيد. يعني لان احنا بصدد كل نقطه ميه طبعا محتاجينها الدوله خلال الفتره دي.
بالنسبه للانتاج الحيواني والداجيني عموما بيتاثر ازاي؟ لما درجه الحراره ترتفع احتياجات الحيوان نفسه من المياه هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد طبعا. معدلات الخصوبه عند الحيوان هتقل، تمام؟ معدلات النمو عند الحيوان هتقل، لان الحيوان لما بيستهلك مياه كبيره معدلات التغذيه بتاعته بتقل، ما بياكلش كتير، فبالتالي هيأثر على معدلات النمو، هيأثر على انتاجه من الالبان، مهمه جدا طبعا. معدل اضرار اللبن هيقل بشكل كبير جدا. خلي بالك دي بقى نقطه بص متشعبه، يعني معدل اضرار للبن قل، لما الالبان قلت ايه اللي هيحصل؟ اسعار الاجبان هيحصل فيها ايه؟ هتزيد، زي ما تحدثنا عن المحاصيل الزراعيه لما تراجعت بشكل او باخر بالظبط. فطبعا ده دور مهم جدا بالنسبه طبعا لتاثير الحراره على المنتج الحيواني. يبقى بتقل الخصوبه، بينخفض معدلات الانتاج، بالاضافه لزياده استهلاك كميات كبيره من الايه؟ من المياه. طيب وبيقل معدل اضرار اللبن زي ما قلنا. طيب كمان بالنسبه بقى للانتاج الداجيني معدلات النمو هتقل. طيب معدلات انتاج البيض هتقل، وده برضو يعتبر عنصر حيوي في تغذيه كتير جدا من الشعب المصري، لان طبعا لو حضرتك قل عمليات التكاثر وقل عمليات التلقيح فبالتالي بيقل معدل انتاج البيض، لما بيقل معدل انتاج البيض هترتفع بالتالي الاسعار. فاذا الموضوع برضو مش بس بيخص يعني الشريحه النباتيه او الزراعيه او طبعا لا، كمان الانتاج الايه؟ الحيواني والداجيني. هل العكس ايضا صحيح يا دكتور؟ الانخفاض الشديد والبروده الشديده ايضا في درجات الحراره لها نفس التاثير ولا لها استعدادات اخرى عكس الاستعدادات الخاصه؟ لا، هي دي لها استعدادات حضرتك وديت لها استعدادات خاصه. تمام. ولكن برضو شده البروده بتاثر تاثير برضو كبير جدا جدا على معدلات النمو بالنسبه لي سواء كان في الثروه الحيوانيه والداجنه، سواء كان كمان في القطاع النباتي عموما كله. يعني زي ما الارتفاع الشديد في درجات الحراره بيؤثر تاثير سلبي، برضو الانخفاض الشديد في درجات الحراره بيؤثر تاثير سلبي، ولكن ده له اجراءات خاصه بيه وده له اجراءات خاصه بيه. فاحنا بصدد خلال الفتره اللي احنا فيها واللي احنا يعني متعايشين فيها خلال الفتره دي كل الناس ملاحظه ارتفاع شديد جدا في درجه الحراره. هي مش يعني انت كبني ادم انت مش عارف تتكيف. طب ازاي بقى كائن معلش كائن اخرس هو مش هيقول لك انا تعبان انا فيا انا حران انا كذا، لا. فاذا انا اللي لازم نشعر بشعوره، لازم سواء كان نبات سواء كان يعني اي نوع من انواع الحيوانات بيربيه، اي نوع من انواع الدواجن بيربيه، لا لازم نكون انا حذر في النقطه دي ولازم نتكيف مع الاوضاع الجديده بكافه الطرق. صحيح. حاجه كمان قضيه التغير المناخي، احنا بنتكلم على عده سنوات سابقه، يعني الموضوع النهارده اصبح مش مفاجئ، يعني العام الماضي والسنه اللي قبلها بالظبط بقى لنا عده سنوات بنعاني من الارتفاع الشديد في درجات الحراره وايضا الانخفاض الشديد احيانا في درجات الحراره. يعني المقوله الشهيره حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء انتهت دي خلاص، اختفت وانتهت، وتمتع مصر الجو طوال العام درجات حراره في العشرينات ده ما بقاش موجود. صحيح. فنقدر نقول ان كل عام بنتعلم من تجاربنا العام السابق وبنضيف تكنولوجيا حديث او انجاز جديد للحفاظ على هذه الموارد سواء الزراعيه او النباتيه او الحيوانيه. ده بقى اللي احنا يعني يمكن حضرتك مشكورا يعني بالحلقه ديت ان احنا بنوعي تمام المزارعين وبنوعي طبعا صناع الدواجن وصناع الانتاج الحيواني بالموضوع ده، ان انت خلاص انت بقيت في تحدي. صحيح. زي ما حضرتك قلت خلاص المناخ المعتدل تمام ما بقاش موجود، رضينا او ابينا. طب والتغيرات المناخيه ديت عندنا بس؟ لا، زي ما قلت لك ده تحدي على مستوى العالم. صحيح. نتكيف معاه ونعيش معاه. طب ازاي؟ التكنولوجيا الحديثه. لازم بقى حتى لو انا كنت مزارع بسيط لازم برضه نعرف تعليمات الدوله ايه الصح اللي يتعمل ايه انواع النباتات المقاومه للامراض ونحاول نزرعها، ايه انواع النباتات اللي هي تتحمل البروده الشديده او تتحمل الحراره الشديده ونبدا نتعامل معاه. مش هنعرف الكلام ده لوحدي، ولكن هنعرف الكلام ده عن طريق همزه الوصل ما بين الدوله وما بين مين؟ المزارع اللي هو مين؟ الارشاد الزراعي. حلقات زي اللي حضرتك بتعملها دي ممكن كلامنا في لحظه من اللحظات يفرق مع ايه مزارع يقول طب ما نجرب وانا هنخسر ايه؟ ما بدل ما انا نخسر خساره فادحه طب ما نسمع كلام الناس اللي فاهمه، لان الناس اللي فاهمه مش هتضرني، لان امنك انت كمواطن هو امن الدوله. يعني امنك حضرتك وحضرتي وده 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 وده، احنا في
النهايه دوله، احنا في النهايه مجتمع. صحيح. طول ما حضرتك ناجح انا ناجح، طول ما حضرتك بتنتج انتاجيه عاليه المواطن مرتاح والدوله مرتاحه، وبنحقق مكاسب ونقدر نصدر ونقدر ندخل عمله صعبه. فاحنا بنطلق عليه الامن الزراعي بالظبط، والامن الحيواني، لانه من امن حياتنا وحياه المواطنين. اعود بقى لطرق الري الحقيقه طبعا، لان استحداث طرق ري حديثه في الفتره الاخيره والحديث عن ندرة المياه وبعض المحاصيل الزراعية اعتمادها بشكل كبير على الماء والبعض الآخر لا، وأيضا التوسع في عدد الأفدنة والصوب الزراعية، كل الأمور الحقيقة متشابكة بعضها ببعض. زي هذه المنظومة في الفترة الأخيرة الدولة قطعت فيها شوط إيجابي كبير. تمام. النقطة الأول نتكلم بالنسبة لنقطة الري، ودي لازم كل مزارع أبى أو رفض لازم غصبا عنه يتعامل مع الكلام ده. حضرتك طرق الري بالتنقيط، الري بالتنقيط بتدي للنبات احتياجاته فقط لا غير، يعني هو بياخد اللي هو عايزه بالظبط. يبقى ما فيش هادر بالنسبه لي في كميات الايه؟ المياه. لما بتعمل طبعا عمليات الري بالتنقيط رشطت كتير جدا جدا من معدلات استهلاك المياه اللي زي ما بنقول الدوله دلوقتي يعني بتسعى جاهده انها لتوفير نقطه الميه الواحده. يبقى الري بالتنقيط ده وسيله من الوسائل الحديثه يعني الى حد كبير جدا للقضاء على الاسراف في عمليه استهلاك المياه. دي نقطه. النقطه الثانيه بدات الدوله يعني مؤخرا برضو تتجه الى اتجاهات كبيره جدا في عمليات التوسع الزراعي في الدلتا. عملت طبعا رقعه زراعيه كبيره جدا في الدلتا وفي توشكا وفي سيناء، وكمان طبعا في مستقبل مصر قرى كبيرة جدا وزودت فيها الرقعة الزراعية بشكل كبير جدا، معتمدة كمان على طرق الري الحديثة ومعتمدة على إمكانيات تكنولوجية غير عادية. لو الموضوع ده نجح وإن شاء الله هينجح، لأن احنا بصدده يمكن كنا يعني في مرحلة تعتبر عنق زجاجة. لو عدينا بهذه الأماكن كلها، أنا قلت لحضرتك دلوقتي دلتا مصر، قلت لك توشكا، قلت لك سيناء، قلت لك طبعا كمان مستقبل مصر، الكلام ده كله بيمثل آلاف الأفدنة الزراعية، هيوفر لك منتج زراعي وبجانب المنتج الزراعي منتج حيواني ومنتج داجني، لأن هي العملية الإنتاج الزراعي كله هو مرتبط ببعضه، هو روح واحدة. فحضرتك لما ده بينجح ده جنبه هينجح، ده جنبه هينجح. لو توسعنا في ده هتوفر منتجات بشكل غير عادي. بدل ما نروح نستورد سلعة، لا ده أنا هنصدر، ولو أنا صدرت دخلت عملة صعبة للبلد اللي كلنا طبعا بصدد ان احنا بنسعى ليه. ان انا مش عايز اصلا نستورد بقدر الامكان اننا نعتمد على المنتج المحلي. الى اي مدى يا دكتور احنا بنتحدث عن الابحاث الزراعيه والتكنولوجي الحديث والدور اللي بتقوم بيه كليات الزراعه والاماكن الاكاديميه، لها دور كبير جدا في التعاون. احنا مش بس زي ما بنتكلم على المزارع، لكن مهم اننا نتكلم على الصفوه في هذا المجال ودورهم في التوجيه ودورهم في وجود عدد من الابحاث، خاصه اذا استمرت هذه الظاهره لعده سنوات اخرى وازدادت سوء لا قدر الله. ايه هي التحديات وازاي بيكون له دور للبحث العلمي في التعامل مع هذا الملف؟ تمام حضرتك. البحث العلمي دوره كبير جدا جدا جدا، يمكن بيمثل من الكلام اللي احنا بنقوله ده كده يمثل 80%. تمام. ليه؟ حضرتك زي ما بنقول لك عنده قدرة كبيرة جدا، عارف ايه هي الاصناف المقاومة للارتفاع في درجات الحرارة، وهي الاصناف المقاومة للانخفاض في درجات الحرارة الشديدة. طيب حضرتك لو هو قدر يستنبط سلالات، والكلام ده موجود وبيتم طبعا في كليات الزراعة على مستوى الجمهورية وبيتم في معاهد البحث العلمي، وحاليا فعلا بدأ استنباط سلالات كبيرة جدا وكميات كبيرة جدا من النباتات والحيوانات المقاومة والتي لها قدرة عالية على تحمل الظروف البيئية. ليه؟ لأن حضرتك التغيرات المناخية دي خطة الدولة عاملاها، اللي هي الاستراتيجية بتاعت 2050 زي ما احنا بنقول، اللي هي مستمرة معانا لغاية 2050. يعني لسه معانا اكتر من يعني عمر بقى، العمر، فخلاص هو بقى امر واقع حضرتك. بقى امر واقع، لازم الامر الواقع ده احنا نتعايش معاه بكافة السبل وكافة الطرق. فالبحث العلمي ووزارات البحث العلمي وكليات الزراعة ووزارة الزراعة منوطين بهذا الموضوع، وحاليا شغالين في ابحاث، وطبعا بيسعوا زي ما قلت لحضرتك استنباط، وتم بالفعل استنباط بعض السلالات طبعا المقاومه لارتفاع والانخفاض في درجات الحراره.
فكرة يعني التعلم من تجارب الآخرين، يعني فكرة السفر للخارج ورؤية بعض الدول ازاي بتتعامل مع فكرة تغير المناخ، سواء الدول اللي بتعاني بارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة أو الانخفاض، ازاي من الممكن ان ننقل هذه التجارب للدولة المصرية بشكل يتناسب مع طبيعة الواقع المصري. ده كلام كويس جدا بقى، كلام يعني كلام محترم جدا من حضرتك، ان احنا فعلا انا مش هنقدر اصلا نعمل الكلام ده لوحدي كمزارع او كمواطن، مش هنقدر نعمل الكلام ده، انا عايز خبره تتنقل لي. طيب يبقى حضرتك لو احنا اخترنا مجموعه من المرشدين الزراعيين المتميزين طبعا لغويا، مهم جدا يكون معاه لغه كويسه عشان يقدر يتعايش ويقدر ينقل خبرات الاخرين. حضرتك بنشوفوا اي دوله ناجحه وحضرتك بنبعت ليها مرشدينا، ونيجي بقى المرشدين الزراعيين في كل قرى ونجوع مصر ينقل خبرته اللي هو اتعلمها، مش مجرد انا بقى يعني انا طالع مطلع حد انا نجامله عشان يطلع يسافر يجيب اي يعني هو يبقى الحدث ليه هو مش لغيره. لا، انا عايزه ناقل للمعلومه، انا عايزه ناقل للخبرات، انا عايزه ناقل للابحاث العلميه اللي شافها ويجي ينقلها للدوله ويبدا ينقلها لمين؟ للمزارع. لو اتنقل الكلام ده بصوره مقنعه، وحط بقى تحت ديت مليون خط، لان حضرتك لما بتتعامل مع عامل زراعي بتتعامل مع عقليه على قديمه، خلينا واضحين كده يعني بلغتنا اللي هي الطبيعيه ديت اللي هي لغه الشارع اللي الناس بتفهمها كويس. احنا حابين اننا نرتقي بيه علميا بالظبط، فانا عايز بقى نطلع بيه، بس ما نطلعش بيه مره واحده طبعا، يعني ما نجيش نقول له خد بص البرنامج ده واعمل كذا، لا انا ننزل له، انا ننزل لمستوى ذهنه ونبدا نطلعه معايا واحده واحده. ولو جربت معاه نعمل التجربه زي ما حضرتك قلت خير برهان. اتعودنا كلنا في الشعب المصري، لو قلت لحضرتك ما تعملش كذا انت هتقول لا ده محمد المغربي ده بيقول لي ما تعملش كده عشان هو ده مصلحته من الموضوع ده. لكن لو حضرتك عملت كده، قلت الكلام اللي انت لو جربت بنفسك ولقيت ان الموضوع ده نافع ليك هتعمله ولا لا؟ أكيد. هنعمله. طب لقيته ضار ليا هنبعد عنه ولا لا؟ أكيد. هنبعد عنه. فبالتالي التجربه مهمه جدا جدا جدا، ونقل تجارب الاخرين، ومش عيب ان احنا نتعلم. ناس في وقت من الاوقات كانوا بيجي ياخدوا الحضاره من مصر يا دكتور، يعني حضرتك كانوا بيجي ينقلهم الحضاره من مصر. مصر زمان شوف كانت عامله ازاي، فطبعا كان بينقل منها الحضارات يوديها لبره لدول بره. طب دلوقتي لو احنا في ازمه شويه او محتاجين نعرف وفي حد تاني متميز في مجال معين، ننقل الحاجه اللي عنده وننقل الخبرات، واكيد هنتطور معاه. لو حضرتك بتتابع ايه ابرز التجارب الزراعيه الناجحه في دول العالم اللي حابب ننقلها لمصر؟ والله في طبعا، يعني بص حضرتك شوف احنا بنستورد منين؟ ايوه، احنا بنستورد من روسيا، احنا بنستورد من ايه؟ بنستورد من امريكا، احنا بنستورد من اليابان، احنا بنستورد من الصين. الصين دي يعني دوله تعتبر من الدول العظمى دلوقتي. يمكن الناس ساعات لما يجي يقول لك ده حاجه صيني الناس كلها تضحك وتتريق، لا، الصين حضرتك بتخلق لك بص من اللا شيء كل شيء. هي بتقول لك انت عايز ايه وانا نعمله لك. لو قلت لها عايز اي حاجه ب5 جنيه هيعمل لك ب5 جنيه، منتج ب5 جنيه، المنتج ده هو ملوش قيمه عنده، بس هو انتجه وصنعه. فدي دول متقدمه جدا، احنا المفروض ناخد خبراتها وننقل خبراتها لينا. وبعدين هم طلعوا ايه؟ هم طلعوا بالعلم، هم طلعوا وارتقوا بالعلم، التقوا بالعمل، التقوا بالاجتهاد، التقوا فعلا بالصدق في العمل. عندهم عدد ساعات عمل معين، 8 ساعات حضرتك ما فيهمش هزار، انا بشتغل 8 ساعات، لو كلمته في وقت العمل لا يمكن يرد عليه. ليه بريك يكلمك فيه؟ تمام؟ الالتزام. فاحنا والله واحنا شعب منتج والله، يعني شعب حضرتك منتج جدا، بس للاسف بقينا نشتغل تحت ضغط شويه. يعني لو حضرتك ضغطت عليا هنشتغل، ما ضغطتش عليا المتابعه والمراقبه، المتابعه والمراقبه والتقييم، التقييم والتمييز ما بين اللي اشتغل وما بين اللي اشتغلش. لان حضرتك لو حضرتك بتشتغل وزميلك بيشتغل وحطيتكم انتوا الاثنين في نمط واحد، اكيد مش هتكون مبسوط. طيب اعود مع حضرتك لجزئيه هامه، وحضرتك ذكرت روسيا، ويمكن الحرب الروسيه الاوكرانيه في فتره من الفترات سلطت الضوء على ملف الغذاء بشكل كبير جدا، وكان هناك ازمه في فكره التعامل مع القمح في العالم ككل، واعطى الدوله المصريه دفعه الى فكره تحقيق الاكتفاء وعدم الاعتماد على الغير. ازاي هذه الازمه في محصول رئيسي وحيوي زي القمح اثر بشكل كبير على مصر وعلى انتاجيه الدوله المصريه؟ وحضرتك بص، طول ما انت محتاج
تمام، طول ما انت محتاج من الغير اكيد مش هنقدر نقف على رجلينا. لكن احنا دايما بنشتغل وقت الازمات. يعني الطبيعه بتاعت الانسان المصري لما يشتد عليه بقى خلاص، لا ده هنقف بقى وهنشتغل وهنعمل كل حاجه في سبيل ان انا نطلع من الازمه دي. طب ايه المانع ان احنا نشتغل كل وقت؟ ايه المانع ان نشتغل في كل وقت؟ يعني طب ايه اللي احنا محتاجينه؟ مش لازم نشتغل وقت الازمات. ايه اللي محتاجينه عشان نحقق اكتفاء؟ بدات الدوله فيه. بدات الدوله فعليا في توسيع الرقعه الزراعيه. زي ما قلت لك عملت مناطق جديده جدا ما كانتش موجوده. زي ما قلت لك كده اللي هي الدلتا الجديده، مشروع الدلتا الجديده ده مشروع عملاق كبير جدا. في سينا دلوقتي برضو بدا كميات رقعه زراعيه كبيره جدا. في توشكا بدات طبعا كميات كبيره جدا. في يعني كل المستقبل مصر زي ما قلت لحضرتك لو الكلام ده بس هنجني ثماره بعد يعني المستهدف يعني المستهدف مثلا 3-4 سنين كمان ان شاء الله يبقى عندنا فائض كويس في الانتاج لو استمرينا في النهج بهذا العمل. يعني ما نكتفيش ونحاول كمان نوسع اكتر واكتر واكتر، اكيد هنقف على رجلنا كويس. عشان طبعا من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. انا محتاج حضرتك عندي، فمش هنحتاج حد في حاجه. مجرد ازمه ما حصلت زي ما حضرتك بتقول حرب بين روسيا وبين اوكرانيا، وقفنا بقينا نقولوا ايه احنا عندنا فائض يكفينا قد ايه؟ 6 شهور ولا 3 شهور ولا 4 شهور. عن الهند اعتقد او بعض البلاد الاتجاه لدول اخرى. بالظبط بدانا نتجه. بس انت حضرتك بتتجه دايما انت محتاج. انا مش عايز نبقى محتاج، انا عايز نبقى منتج والناس تحتاجني. هنبقى منتج والناس تحتاجني بزياده الرقعه الزراعيه اللي زي ما قلت لك بدات فيها العمل فعليا، وبدا فعلا الدوله فيه. وان شاء الله ينجح الكلام ده، وبكل حد فينا بكل جهد عرق عامل قبل ما يكون شخصيه كبيره اكيد هنرتقي بمصرنا باذن الله. باذن الله. طيب حضرتك كنا بنتكلم على البحث العلمي وعلى كليه الزراعه والاكاديميات، خليني ارجع مع حضرتك لما قبل الجامعه والمدارس الزراعيه الثانوي الزراعي. يعني خلينا نهتم بيها ايضا بشكل مختلف، خصوصا اننا يمكن حتى النهارده في بدايه الحلقه اتكلمنا عن ملف التعليم بشكل عام، وكنا بنتحدث عن التعليم الفني والتعليم الصناعي. ايضا الى اي مدى التعليم الزراعي والمدارس الزراعيه في حاجه الى اهتمام من نوع خاص في ظل التكنولوجي الكبير اللي بيحدث النهارده؟ حضرتك لو بصيت بالنسبه للتعليم الزراعي بقى ده يعني معلش التعليم الفني عموما هو قاطره التعليم في مصر. لو حضرتك اهتمنا بيه التعليم الثانوي ناس كتير جدا جدا بتلجأ له. التعليم الثانوي حضرتك انت بتصرف عليه اكتر ما بتاخد منه. التعليم الفني حضرتك بتجني منه تمام الدولة كميات كبيرة جدا من الأموال، وبالتالي بتدرب كوادر كبيرة جدا 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 ممكن يطلع من الدبلوم اللي حصل عليه. مثلا لما يجي دبلوم صنايع تكييف وتبريد، انا عايز في الزراعه، في الزراعي تمام، دخلنا في دبلوم زراعي. طيب الطالب بيدرس ايه في المجال الزراعي؟ بيدرس صناعات غذائيه، بيدرس البان، بيدرس انتاج حيواني، بيدرس انتاج داجيني. ده حضرتك انت بتخرجه في المنظومه الجديده اللي هي منظومه الجدارات ان الطالب بيطلع جدير. يعني ايه كلمه جدير؟ يعني مش هيكون جدير الا لما يعمل المهاره وينفذ المهاره المطلوبه منه قدام حضرتك كمقيم او كمدرس. محمد المعامل بينقصنا ايه؟ المعامل هنا بقى انا عايز نقولها ديت يعني. واحنا فعلا المنظومه اتعملت لكن محتاج امكانيات بجانب المنظومه. انا عايز نوفر ورش عمل كامله. مش معنى كلمة ورش عمل يبقى في المجال الصناعي بس، لا. ورش عمل يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا دخل طالب قسم انتاج حيواني وداجيني، لازمه ايه؟ لازمه عنابر. تمام؟ في عنابر مجهزة على اعلى مستوى وفي عنابر مش مجهزة. تمام؟ في سلالات متوفرة تمام في المدارس وفي بعض السلالات غير متوفرة. فانا بقى عشان نعمل الكلام ده كله لازم نوسع من يعني المواد والادوات اللازمه للتعلم. عشان لما ندخل ابني يطلع ابني طبعا من المدرسه صحيح. يطلع عنده قدرات وعنده مهارات اكتسابها عشان يستطيع اختراق سوق العمل. طب لو اخترق سوق العمل، نقول لحضرتك لسه يمكن قبل الحلقه وانا بندردش مع حضرتك بنقول لك في مشروعات صغيره كبيره جدا، ممكن المشروعات الصغيره تبقى كبيره. المشروعات الصغيره اللي الطالب ده بيتعلم، يعني مثلا على سبيل المثال ما دخل تعليم زراعي، لو عمل مشروع مثلا تربيه ارانب، تربيه ارانب قطاع من ضمن بس مجموعه من القطاعات، هيوصل لايه؟ حضرتك هيبقى معلش يعني منتج لهذه السلعه. حضرتك على مدار موسم واحد ممكن يبقى تاجر كامل صحيح فيكسب
صحيح. الحديث عن هذا الملف يطول يا دكتور محمد، الملف الزراعي بيه يعني نقاط كثيرة ونقاط هامة. ان شاء الله نلتقي بحضرتك مرة ثانية بإذن الله، وتكون الأمور أفضل، ويكون في إجراءات الحقيقية اتخذت، ويكون في دور كبير للمزارع، وحصل على قدر كبير من العلم والثقافة اللي هو بالفعل يمتلك هذه الموهبة. لكن مع مواكبة التكنولوجيا والتطور كلنا في حاجة إلى أننا نتطور وندرس عشان نقدر نواكب العصر. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد المغربي، بشكرك على وجودك معنا النهارده. والحقيقه طبعا دكتوراه في اداره الموارد البشريه والخبير الزراعي، حبينا اننا نسلط الضوء على ملف هام جدا في ظل ارتفاع درجات الحراره اللي بنعاني منه بقالنا فتره، واعتقد اننا مكملين وفقا للتغيرات المناخيه. علينا كلنا قدر الامكان، ده دور كل مواطن مش بس المزارع، اننا نحاول يعني نهتم ونحافظ على بلدنا قدر الامكان علشان نتجنب المزيد والمزيد من الازمات. أشكر كل السادة المشاهدين اللي تابعونا النهاردة. صفحتنا خلصت، وانتظرونا صفحة جديدة من تاريخ مصر، وإلى اللقاء.